النهارده هنعمل فانوس رمضان بنفسنا. عارفه انها متاخره، اسفه، بس احنا لسه في رمضان وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب ينعاد عليكم الصحه والسعاده والسلامه انتوا وكل اللي بتحبوهم دايما يا رب. النهارده هنعمل فانوس سهل جدا ومش بياخد وقت قد كده، وفي نفس الوقت النتيجه تحفه. لو عجبتكم فكره الفيديو حضروه للاخر وما تنسوش تحطوا لايك لو عجبكم الفيديو. لو انتوا لسه جداد في القناه، هاي اسمي رحمه. لو عجبكم محتوى القناه عامه ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وبس. يلا بينا نبدا الفيديو. للأدوات هنحتاج شمعة إلكترونية بنجيبها من أي محل أدوات كهربائية، وكرتون موجودة عندنا. هنعمل الأول مربع مقاس 7 في 7، دي هتكون قاعدة الفانوس. لو عايزين تكبروا أكتر من كده مفيش مشكلة. هنجيب الشمعة وهنحدد حواليها بالقلم الرصاص دايرة، وهنجيب أي حاجة دائرية مقاسها أصغر من قاعدة الشمعة وهنحددها، وهنقص المنطقة دي بحيث إن احنا لما نيجي نحط الشمعة يكون في فتحة تحت الشمعة اللي احنا نقدر نفتحها أو نقفلها زي ما احنا عايزين بالطريقة دي زي ما انتم شايفين بالظبط. فأنا هنا أقدر أفتحها وأقفلها بسهولة جدا. هنعمل بعد كده 4 مستطيلات مقاس 7 في 4، ويستحسن انكم تخلوا الارتفاع بتاعها قليل، يعني 7 في 3 أو 7 في 2. هوزع المستطيلات حوالين قاعدة الفانوس بالشكل ده، وهبدأ اني ألزقها فيها باستخدام لزق شفاف، وهسيب مسافة صغيرة كده ما بينهم بحيث ان انا اقدر اتنيها بالطريقة دي. هعمل نفس الخطوة مع كل القطع، بيبقى شكلها بحيث ان احنا نقدر نضم القطعة دي كلها تبقى زي البوكس كده. وهلزق الأطراف ببعضها بلزق شفاف بالطريقة دي، وبيبقى ده شكلها في الآخر. بعد كده هقص مثلثات في الأطراف بالشكل ده بالظبط، بحيث إن إضاءة الشمعة تكون باينة وما يكونش ارتفاع الكرتونة يكون أعلى من الشمعة ذات نفسها. فده النقطة اللي أنا كنت بتكلم فيها، قللوا ارتفاع الكرتونة قد ما تقدروا. ألزق الشمعة بالشمعة، بحط الشمعة على أطراف الشمعة كده وأحطها في الكرتونة، وأكون متأكدة إنها في الموقع الصح وإن أنا أقدر أفتحها وأقفلها براحتي جدا. أكدت كمان مرة على أطراف قاعدة الفانوس بلزق عريض. هستخدم بعد كده أعواد خشبية رفيعة زي دي، وأي قماش خيمية عندنا، قماشة صغيرة خالص يكون مرسوم على رسومات رمضان. بدأت الأول إني أحدد ارتفاع الفانوس اللي أنا عايزاه. حددت الارتفاع يكون 18 سنتي. عشان أكسر الأعواد الخشبية بالطريقة الصح، بدأت إني أضغط عليها شوية بالمقص، وبعد كده كسرتها بإيدي ولفتها بالطريقة اللي فاتت دي. لتأكد إن الأعواد كلها نفس الطول، واستخدمت الشمع وحطيته في الجزء السفلي من العود الخشبي عشان ألزقه في زوايا قاعدة الفانوس. ويستحسن إنكم تستخدموا مسدس شمع عشان متجرحوش نفسكم. نمسك العود شوية حلوين عشان نتأكد إن هو لزق، وهنا كنت بتأكد من ارتفاع الفانوس اللي هو 18 سنتي. جبت قماش الخيامية وبدأت أحدد الارتفاع اللي أنا عايزاه اللي هو 18 سنتي على العرض اللي أنا عايزاه. كنت بحدد بنقط صغيرة كده، وبعد كده بوصلهم بخط مستقيم بالمسطرة عشان أعرف أقصهم بطريقة متساوية بالمقص. وبعد ما خلصت قصهم ابدا اني الزقها في الفانوس بالطريقه دي. لما الزق القماشه بدات اني اعمل بالولاعه على اطرافها عشان ما تفتلش مني. ممكن تستغنوا عن الخطوه دي. بدات اول حاجه اني احط الشمع على العود الخشبي وعلى الكرتونه والزقها بالراحه. قلت لكم يفضل انكم تستخدموا مسدس شمع عشان ما تتجرحوش غصب عنكم، لان جرح الشمع بيبقى مش حلو. كرر نفس الخطوه على طول الفانوس. وبعد ما خلصت التغليف بدات اني اقص الزيادات واعمل برضو بالولاعه عشان القماش ما يفتلش مني. وده الشكل المبدئي للفانوس. هنحط الفانوس على جنب وهنعمل القمه بتاعته. بدأت اني اخد كرتونة وعملت مربع مقاس 8 في 8 سنتي. بعد كده هبدأ الزق القاعدة دي على الاعواد الخشبية ذات نفسها كده فوق الفانوس. بس اول حاجة هنعمل العلية بتاعة الفانوس. جبت سلك سمك نص مللي كان عندي، وعملت كده فتحتين في نص الكرتونة بالطريقة دي. وبدأت اني ادخل السلك من الفتحة واطلعها من الفتحة التانية بالطريقة دي بالظبط. وهنحاول ان احنا نعمل شكل دائري بالسلك بالشكل ده، وهلف الاطراف حوالين السلك ذات نفسه. بعد ما نلف السلك بالطريقة دي بالظبط، هندخل طرف السلك الزايد في الخرم اللي جنبه وهنشده كده من تحت قمة الفانوس. احنا لو قصيناه على طول ممكن ان احنا نتعور او ننجرح منه. بعد كده هلف الاطراف اللي هي تحت قمة الفانوس وهقصها لانها خلاص هتبقى جوه الفانوس. والحلقة بقت بالشكل ده. وهلزق قمة الفانوس على الاعواد الخشبية بالشمع بالطريقة دي. كنت حابة الون قمة الفانوس باللون الاسود. اللون ده كان مائي بس كان قوامه تقيل شوية. ونلون الاطراف كمان بتاعة الكرتونة. لو مش عايزين تعملوا الخطوة دي خالص مفيش مشكلة. وده شكل الفانوس في الاخر. بجد النتيجة حلوة قوي، وخصوصا النتيجة حلوة في الضلمة، لان في الضلمه بيبان تفاصيل الخياميه وقماش الخياميه اللي احنا حاطينه. بجد شكله كان رائع قوي في الحقيقه. ما تنسوش تجربوا الفكره وتقولوا لي رايكم تحت في التعليقات. وبس بحبكم جدا، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.